مش عارف ليه عندي هاجس وخوف من مباراة الزمالك مع الاتحاد يوم الجمعة، وخايف من مجدي قفشة بالذات. وانا مشكلتي ان لما بخاف من حاجة بتحصل وربنا يستر. ولكن انا عندي توارد خواطر غريب مع معتمد جمال في الفيديوهات اللي بنزلها قبل المباريات. بتمنى يعمل حاجة بالفعل بيعملها. ما بقولش ان هو بيشوف فيديوهاتي، طبعا ما بتوصلوش اصلا لان قناتي صغيرة، ولكن توارد خواطر. تمنيت انه يشرك شيكو بنزا قبل مباراة زد، عشان حتى لو الزمالك عايز يبيعه يجيب سعر كويس ويشتغل عليه ويطوره زي ما عمل مع بزيرة. وبالفعل أشركه ربع ساعة، حتى الراجل ترك المباراة وراح الحمام في واقعة غريبة. ولكن أشركه مدة أطول في مباراة بيراميدز وتألق وأشاد به الجميع. كمان قبل مباراة بيراميدز قلت يا ريت يترك لهم الاستحواذ، لأن مش هنقدر نجاريهم في قوتهم البدنية واسكوادهم الضخم والرائع. وبالفعل لقيت الاستحواذ 65% لبيراميدز و35% للزمالك، ولكن كان الزمالك الأكثر خطورة والأكثر إضاعة للفرص وكسب المباراة والحمد لله. فأنا بتمنى معتمد جمال ما يطمعش في الاتحاد، يطمع في المباراة ولكن لا يطمع في الاتحاد. يعمل له ألف حساب ولا يغفل التأمين والحذر الدفاعي، وينبه على لاعبته ما تندفعش وتترك الدفاع. كمان بتمنى المهدي سليمان يتألق قدام فريقه القديم، لأني برضو خايف من خطأ المهدي سليمان أو خطأ دفاعي يوقف سلسلة انتصاراتنا، وربنا يستر.